السلام عليكم الاصدقاء، معكم مول البالون ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما كنعرفوا كاملين البارسا ربحوا اللقب ديال السوبر الاسباني على حساب ريال مدريد من بعد ما ربحوهم ب5-2 في ماتش اللي كانت مسيطره فيه البارسا طولا وعرضا وارتفاعا وكل شيء. الريال بحال ما جاوش، انا ما فهمتش باش نقول لكم شنو كاين. داكشي علاش اليوم غنخرج لكم مول البالون المحلل حيت انا تعصبت. راه واخا تكون كتشجع اي فرق، راه داكشي اللي كتشوفوا كيديروا انشيلوتي راه ما يمكنش تسكت، ما تقدرش تسكت. العادي هو ملي كتعاود تلعب مع واحد الفريق اللي ديجا لعبتي معاه في الليغا وعطاك واحد الربعه في تيرانك، فكتجلس انت والطاقم المساعد ديالك وكتحلوا الطريقه ديال اللعب والتكتيك اللي كيلعب بها داك الفريق باش ما تعاودوش تطيحوا في نفس المشاكل وتلقاو الحلول المشاكل اللي طحتوا فيها وتعلموا من الاخطاء ديالكم. الا انشيلوتي لا ناض قال اجي درت الخطا مره اجي نعاود نديرو مره اخرى، ماشي مشكل باش نتعلم مزيان. باقي ما تعلمتش. الريال فريق كيعتمد على الفرديات وماشي غير في هذا الماتش، راه ديما من العام اللي فات ملي داو الشامبيونز ليغ راه الفرديات اللي جابوا دوك الالقاب. باش نقول لكم شنو كاين، ملي كيحصلوا كيلقاو شي فرقه واقفه المدرب ما كاينش، تيقول لهم هادشي اللي كاين. عنده جوج خطط تيلعب بهم ديما، انا حفظتهم الدراري الصغار حفظوهم. واش ما كاينش شي واحد الاجتهاد نجلسوا ونحاولوا نلقاو واحد الحلول جداد؟ نهار تيبغي يدير فيها مدرب محنك تيبدل البوست ديال بيلينغهام، زعما راه غفلتهم. في خبار جيب الجديد، بغينا شي لعيبه جديده. هادشي بلا ما ندوي لكم على الاختيارات ديال اللاعبين. راه ما يمكنش صاحبي فاسكيز كتعرفوا انه ناقص كظاهر ايمن وكتدخلوا ولعب من جهته رافينيا دابا راه في البرايم. رافينيا راه بالون دور، واش مدخل ليه فاسكيز اصاحبي؟ راه درتها في واحد الفيديو، راه قلت لك فاسكيز ما شد راسو يشد رافينيا وراه الشيء تقريبا. راه الاغلبيه ديال الهجمات جاو من جهته. زيد عليها باش زاد كملها هو انه ملعب تشواميني ديفونسور. خويا داك اسينسيو اش دار لك في هاد اللعيبه هادي؟ ما فهمت. راه هذا هو الفرق ما بين البارسا والريال. البارسا راه كتشم في شي لعاب الموهبه وتيدير واحد الماتش جوج ثلاثه مزيانين تيدخلوا يلعب، واخا تكون شكون ما كنتي. راه هو كوبارسي عطاوه فرصه بين على راسو شد الرسميه، ما تناقش معايا فيها. راه هو باقي اليومين هذا رسمي، رغم انه عنده اراوخو اللي يلعب وكذا وعنده شكون ومع ذلك عطاوه الفرصه تبت راسو بقى رسمي. بعدا تشواميني واحد جوج بيوت كون كان عندك واحد ديفونسور اللي تيلعب اغريسيف شويه واقف مولف داك البوست ما غيتماركاوش. البيت الخامس ديال رافينيا راه ما يمكنش يدير لك هذيك القلبه بحال هكا. وفي داك ليسباس غير وروديغر حتى هو ما كانش في نهارو. الريال ديفونسيفمون في الدفاع كانوا عيانين بزاف مطحطحين. زيد عليها عاوتاني دفاعيا هو قرر انه يهبطوا البلوك ديالهم ويبقاو يستقبلوا اللعب ويلعبوا على الهجمات المرتده. جاتهم ديك الفرصه ديال مبابي ماركاها مجهود فردي، احنا داويين عليه مجهود فردي، مشى ماركا لهم البيت الاول حتى لهنا مزيان. البارسا رجعوا شدوا كره، الريال قرروا انهم يبقاو متكين اللور ويتسناو اللعب. ولكن ملي كتبغي تلعب بحال هذه الخطه الدفاعيه خاص تكون الفرقه كلها تدافع. راه ماشي الفرقه كلها تدافع وفينيسيوس ومبابي واقفين تيتفرجوا، وفينيسيوس مني تيبغي يرجع يقرر انه يدافع تيرجع تيدير الصواب، زعما راني مدافع معاكم. ما تيدخل تدخلات قاصحه، ما كيحاول يقطع كورين يجي تحس به بحال غير واقف. انا واقف معاكم، انا راه راجع معاكم الدفاع. لا راه خاصك تجري وخاص تضغط على هذا. واحد الوقيته راه كوندي تيكونترولي كره على خاطره وتيشدها وتيباسي بخاطرو. وشكون اللي مكلف به؟ فينيسيوس في هذا الماتش جاني بحال ما باغيش يلعب. انا مني شفتو ما كيدابز ما كيحتاج على حكم ما والو. عرفت فينيسيوس ماشي في نهارو، ماشي هو داك فينيسيوس اللي تنعرفو. لا والريال راه خاصهم يشكروا تشيزني. عرفتي كون ما جاش داك الطرد راه كانت غتوقع كارثه. عرفتي شنو هي الريال تخسر ب 6 ولا 7 ولا راه كانوا. تخيل مع الدقيقه 47 تنقول لك الريال خاسره ب5-1. يعني تخيل معايا كون نكملوا ب 11 شنو كان يوقع؟ وتشيزني في هذيك اللحظه الصراحه انا ديما بما انه ديك الكره ما جاتش فوق الدقيقه 80 ما تاخذش حمراء. لعب اخويا خليه ماركيتي وغترجع تكمل 11 عادي جدا. ها هما اصلا ديك الكوفريات ماركات حيتاش اولا بعدا بينيا حارس ناقص، راه ما يمكنش تضربها لك في نفس البوطو اللي انت واقف فيه وتماركا عليك. بينيا ماشي في المستوى ديال انه يكون حارس ديال البارسا. تشيزني كيجيني احسن، كتحس بذاك الامان معاه وكتحس انه عنده الخبره. حيت شكون كان بينيا في دوك الكواري اللي كانوا في بريمير ميطا ديال تشواميني بالراس، هذيك كانت ماركه على بينيا. وهذيك الكوفره كون كان فيها تشيزني ما يماركيهاش رودريغو. فالريال تما مني ماركاو داك البيت قالوا صافي غادي نرجعوه. حتى حنا كنا كنتسناو واحد الرياكسيون اللي قاصحه انهم غيديروا شي حاجه وغيبلبلوها او ما بعدا يماركي واحد جوج بيوت اخرين. ما شنو والو. فليك كوتشينغ واعر. ديك الساعه مني تطرد ليه اللاعب خرج غافي دخل في بلاصتو اولمو باش يعاون ديفونسيفمون حيت غافي جرى بزاف، دار واحد الافور خطير جدا ودار ماتش كبير بزاف. الريال ما شفنا حتى شي حاجه جديده من ورا ديك الوقت وبقى الماتش بحال هكاك حتى ساهل. ولكن راه ما يمكنش داك الطريقه ديال اللعب كتحس بانه الريال ما بريباراوش الماتش. راه ما يمكنش فرقه تلعب معاها جوج ماتشات تماركي عليك 9 ديال البيوت واخا تكونوا ما جايينش. المشكله انا ماشي في هذا الشيء، المشكل كنشوف انه نفس الطريقه ديال اللعب بنفس الافكار بنفس كل شيء كيدخل بها انشيلوتي كل ماتش.
كيخرج مؤتمر صحفي تيقول لهم راه وجدناش لعيبات غنجربهم الغد لي تلقى نفس الخطه اللي لعبها. فهمت؟ دابا هو تيبغي يمول الخصم زعما راني غنبدل الخطه وتيدخل ليه بنفس الخطه، عنده نفس الخطه نفس طريقه اللعب نفس كل شيء وتيدخل يلعب بها ديما وتيخسر بها وتيعاود يدخل بها عاوتاني. كلاسيكو جاي تلقى داخل بنفس الخطه، الا يبدل لك السميات هذا في بلاصه هذا وسالات. وفي الجهه الاخرى البارسا الصراحه كانوا دايرين ماتش كبير بزاف على جميع الاصعده، على المستوى الدفاعي والمستوى خط وسط الميدان والمستوى الهجومي. رافينيا اللي في مستوى كبير صراحه، كل ماتش كيثبت على انه لاعب كبير وانه جا البارسا باش يثبت راسو باش يدير بلاصتو في التاريخ ديال النادي كما تنقولوا. كتشوف البارسا كيفاش يلعبوا، كاين افكار، كتحس بانه الفرقه عندها افكار، عندهم تاكتيك، قارين البالون. فهمتيني؟ الناس مشاو خدموا بريباراو باش يجيو يضربوا هذا الماتش. سالينا هنا فين كتحس باللمسه ديال المدرب، ماشي تيجي وتيقول لهم لعبوا 4-3-3 هو الدراري ولعبوا الاستحواذ. هادشي راه كلشي قادر يقول، المدرب هو اللي تيعطي افكار كيفاش يلعبوا. زائد الاخطاء الدفاعيه اللي داروا ريال مدريد، وداك البيت الثالث راه ما شاء الله، داك لاسيس ديال كوندي وبالراس عرفتي رافينيا دخل فيها براسو بحال ضربه فراب برجلو فراب. والبيت ديال لامين يامال اقل ما يقال عنه واعر بزاف، ما يمكنش شي مع شفت ديك اللقطه تفكرها ميسي في هذيك اللحظه غادي نفس الضربه نفس اللعيبه نفس الدخله، حطها في زاويه صعيبه راه كتبان سهله ولكن راه صعيبه بزاف على الكارديان. وكورتوا راه ماشي شي حارس اللي سهل تماركي عليه، كورتوا راه حارس، راه جبت جوج بيوت اصلا مع البدايه ديال الماتش. كورتوا راه حارس باش تماركي عليه هذيك خاصك تكون رقيقي ولعاب ديال بصح، حطها ليه في زاويه صعيبه في الجهه المعاكسه. ليفاندوفسكي حتى هو دار ماتش كبير، بيدري ما غنهضرش عليه ما غندويش عليه. باش نقول لكم واحد القضيه، حيت كاين الناس اللي كيبداو يقارنوا اللاعبين بالارقام، بيدري ما كيتقارنش بالارقام. باش نقول لكم شنو كاين، بيدري كيتقارن باللعب، كيفاش كيلعب في التيران، الحضور ديالو في التيران، كيفاش كيقرا الكره، كيفاش كيقرا اللعب، كيفاش كيعطي الحلول. الكره كتشوف اللعابه في التيران حيت الارقام كيضربوا اللعابه، ارقام كيظلموا المجهودات ديال اللعابه. كاين اللعاب اللي تيكون تيمارك، كاين اللعاب اللي تيكون تيعطي لي زاسيس بزاف، وكاين اللعاب اللي تيكون تيتحكم في الريتم ديال الماتش. تحيدوا من الفرقه كتبان لك بحال ما لاعبينش. فهمتيني شنو بغيت نقول لكم؟ دونك بيدري من هذا النوع ديال اللعابه، تعطيه الكره وتهنى مع راسه غيحكم لك الريتم ديال الماتش. بالنسبه للدفاعيه البارسا من بعد التغيير ديال انيغو مارتينيز اللي خرج باصابه، دخل اراوخو اللي دار ماتش كبير صراحه. هو من ورا هذا الماتش تنبغي نقول البارسا الا بعتوه غتضيع. باش نقول لكم شنو كاين، ديك الثنائيه ما بين اراوخو وكوبارسي غتكون ناجحه بزاف في المستقبل. فكنظن بانه البارسا خصها دير مجهود كبير باش انها تحافظ على اراوخو يبقى معاهم في الفريق، رغم انه كنظن بانه هو اللي باغي يمشي. ما عرف شنو الاسباب، ما كنظنش انه غيلقى بلاصه احسن من البارسا اللي عطاتو الفرصه وبينوه وفاهم الاسلوب ديال النادي. وكنظن هضرت على كل شيء. مبروك للجماهير ديال البارسا وهارد لاك للجماهير ديال ريال مدريد. كره هي هذه، ما تنساوش ديروا لايك ابوني وبارطاجيو لا فيديو اللي عجبكم، ولا عجبكم بحال هذا التسجيل قولوا لي غنبقى نحط لكم ان شاء الله فيديوهات ديما. وحنا رجعنا اليوتيوب عاوتاني، يلاه تهلاو ليا في راسكم. ناري عاوتاني تنحل